اهلا بيكم على قناة البورصلي. النهاردة اول فيديو في سنة 2026. هنبتدي 2026 بكورس مكثف علشان نبتدي نفهم ازاي تعمل فلوس من التريدينج، وازاي في شوية اساسيات لازم تبقى عندك. اللي اول مرة يخش على القناة البورصاجي او يتابع الفيديوهات اللي فاتت هيعرف احنا قد ايه بنحاول نعمل حاجة فعلا تفيد الناس، والناس تكون فعلا حابة انها تتعلم وحابة انها تخش وتجرب مرة واتنين وتلاتة. وبقولها في اول فيديو في اول السنة بحيث ان احنا عايزين نعمل سلسلة فيديوهات لسنة 26 فعلا الناس تستفاد منها. اي حاجة بقولها لك خش وشيك عليها بنفسك، ده نمرة واحد. يعني اي حاجة بقولها في الفيديو ده او بشرحها ما تاخدهاش مسلمات، روح خش بنفسك على الشارت بتاعك وافتح وشوف كل حاجة بتحصل زي ما بقول ولا لا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، حابب ابتدي شوية من الاساسيات وحابب ابتدي شوية من الحاجات اللي فعلا لازم تبقى معاك في رحلة التداول بتاعتك. بكلمك من منطلق ايه؟ بكلمك من منطلق ان انا خسرت كتير وتعلمت كتير وخدت كورسات وعملت كل حاجة ممكن تتعمل، وقريت كتب وعملت كورسات وذاكرت وعمل. هي في الاول في الاخر في شوية اساسيات لو مش هتعرف تستك ليها او مش هتعرف تلتزم بيها في التريدينج، اعتبر ان انت كده بتضيع فلوسك على الفاضي. الحاجات اللي بشوفها على الاونلاين في منها طبعا حاجات محترمه وفي منها حاجات طبعا هري كتير وحاجات فعلا تودي في داهيه. فعشان كده انا مقرر ان السنه دي هعمل سلسله فيديوهات فعلا تو ذا بوينت، وفعلا تخلي الناس تفهم الاساسيات علشان تعرف تتعامل بيها. انا النهارده فاتح الشارت بتاعي على الين يو اس دي دولار علشان اوريك كونسبت، او عايز اوري كونسبت للناس مهم جدا في التداول. والكونسبت ده او المبدأ ده هيفضل مكمل معاك في اي موديل انت هتاخده او في اي ابروتش هتاخده في التريدينج. ليه؟ لان ده من الاساسيات. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول من غير مقدمات كتير ومن غير هري كتير. اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده في اول فيديو كده في السنه دي، ان انت لما تشوف على الهاي تايم فريم، انا هنا فاتح على الفور اور. الفور اور انا بعتبره هاي تايم فريم. لما تشوف تريدنج رينج زي ده، هنا تعرف ان ده على الهاي تايم فريم ده تريدنج رينج قوي جدا، وباين قوي ان هو ايه، ان هو بريش يعني نازل في حاله نزول. طيب انا هنا هستفاد ايه؟ هنا هتستفاد حاجات كتير قوي. ان اول حاجه بتحدد المنطقه اللي انت هتشتغل فيها، يعني انا هشتغل في الرينج ده. طيب وباين لي قوي ان البرايس في حالة نزول قوية جدا. انا بقى علشان ابتدي اخش تريدة او اخش اعمل صفقة على التريدنج رينج ده، لازم في شوية حاجات كده احطها في دماغي، وشوية حاجات هقولها لكم دلوقتي ستيب باي ستيب علشان تبقى موجودة معاكم وتعرف ازاي تابروتش حاجة زي كده وازاي تكسب منها فلوس. حددت الرينج بتاعي، اعتبر ان ده لسه مش موجود. انا حددت الرينج على الهاي تايم فريم 4 اورز، الهاي واللو. ده كده بالنسبه لي تريدنج رينج. علشان تبقى عارف الكونسبت اللي انا هتكلم فيه هو الكونسبت ازاي ان البرايس او السعر بيتحرك من البريميوم اريا للديسكاونت اريا، ويفضل ما بينهم رايح جاي علشان يعمل اعاده تسعير ويبتدي ينزل تاني. طيب انا دلوقتي لو حطيت الفيبوناتشي بتاعي من الهاي لللو اللي احنا عاملينه ده، عايز اشوف ايه هنا؟ عايز اشوف الاول منطقة التعادل اللي هي ال 50%. دي ايه هي المنطقة دي؟ المنطقة دي مهمة ليه؟ المنطقة دي مهمة جدا علشان دايما البرايس بيحب يروح لها يعمل اعادة تسعير. ليه؟ لان مفيش ما ينفعش هتلاقي في اي شارت لما تفتحه ان شاء الله وتعملوا باك تيستنج وتشوفوا، مش هتلاقي البرايس بينزل على طول على طول على طول كده من غير ما يعمل حاجة اسمها كوركشن، يعمل اعادة تسعير او تصحيح. طيب بيعمل ليه كده؟ بيعمل ليه كده ولازم يطلع لل 50%؟ دي منطقة التعادل، منطقة الايكوليبريم. وانت علشان تخش تريده زي دي لازم فعلا تستنى البرايس على الهاي تايم فريم انه يوصل لمنطقة البريميوم. دي بيسموها منطقة البريميوم. هعملها قدامكم اهي. ده كده بالنسبة لي من هنا للنص ده اسمها بريميوم اريا، ومن هنا لهنا دي الديسكاونت اريا. تمام. فانا شفت الابروتش بتاعي للبرايس على الهاي تايم فريم. ايه اللي حصل؟ اول حاجه شفت التريدنج رينج بتاعي من فوق لتحت، ادي نمره واحد. بعد كده شفت فين منطقه ال 50%، منطقه التعادل. كده بقى عندي منطقتين، منطقه اسمها البريميوم اريا اللي دايما لو البرايس في حاله نزول زي ده والسعر في حاله نزول حاده زي كده لازم يرجع لي في حته البرايم اريا، وبعد كده يروح مكمل نزول. فده بيخليني لما اجي اخد صفقه هفكر في الصفقه ازاي. 50%، بص لما حطيت فيبوناتشي باين لي بقى الدنيا ماشيه 50%، طلع لغايه ال 0.61 which is منطقه في البريميوم. وهنا ابتدي الاحظ ان البرايس
عايز ينزل. طيب هنا البرايس يبقى عايز ينزل امتى؟ خلينا بقى نشيل بقى كل الكلام ده، نشيل دي كمان علشان تشوفوا ازاي الواحد بيابروتش. انا لقيت ان البرايس هنا عدالي ال 50% وطلع للحته دي في اوردر بلوك وغطى الفير فاليو جاب دي. بص شايفين بقى معايا هنا التريدنج رينج زي ما هو اهو. انا نزلت على اللو تايم فريم على ال 30 مينتس او حتى ممكن على ال 15 مينتس عشان نشوف لك، أو عشان بس اوريك البرايس بيمشي ازاي وازاي تابروتش التريده بتاعتك. لما ده التريدنج رينج بتاعي، البرايس طلع عمل كوركشن او عمل تصحيح عند الايكوليبريم. انا حسبت الخط ده تاني، جبت الخط ده تاني عشان الناس تعرف فين الايكوليبريم، فين نقطة التعادل. وبعد كده طلع قعد ياكيوميليت ياكيوميليت وبعد كده نزل. بص النزلة دي تهمني قوي. ليه بقى؟ لان النزلة دي توريك ان البرايس في حالة اصلا انت على الهاي تايم فريم شايفه على الهاي تايم فريم ان هو في حالة نزول قوية جدا. تمام. وبعد الاكيوميليشن ده راح مديك كمان هبوط تاني. هنا دي بعتبرها كونفirmation، ما بخشش من هنا، انا دي بس بعتبرها كونفirmation، دي زيادة تأكيد. واهم حاجة في التريدنج انك لما تخش صفقة تبقى متأكد ان البرايس فعلا عايز يروح للاتجاه ده. واول ما اداني على اللو تايم فريم ان في نزول تاني، انا خلاص عندي الايكوليبريم مع اكيوميليشن وبعد كده راح نزل وكسر الايكوليبريم تاني. هنا بقى عيني تصحصح، هنا بقى دخلتي من الحتة دي. ليه؟ لان لو احنا جينا عند الحتة دي وقسمناها نصين هتلاقي ان هو طلع برضو لحتة البريميوم تاني وراح ابتدى يعمل الديكلاين بتاعه. فانا لما اجي اخش تريدة زي دي اخشها ازاي؟ هخشها بحيث ان ده يبقى هنا الستوب لوز بتاعي. ليه هنا الستوب لوز بتاعي؟ علشان هنا اتاكدت ان البرايس طلع عمل اكيوميليشن فوق الايكوليبريم وبعد كده راح مديني كونفirmation ان انا نازل هنا. فانا مستنيه يطلع تاني لغايه ما يعمل ريبرايسنج تاني على اللو تايم فريم واحط تريدتي هنا في الايكوليبريم بتاع المربع ده، النص بتاع المربع ده، حاطط الستوب لوز عند اعلى نقطه هنا ومستنيه ينزل لي بقى لغايه ما يجيب الايه التيك بروفيت بتاعي. سوري، لغايه ما يجيب التيك بروفيت ده. هل ده حصل؟ اه. هنشوف البرايس. بص عمل ايه. طلع تاني هنا يا دوبك لمس الايكوليبريم وراح على طول جاب التيك بروفيت. فده واحد من المبادئ ان انت لازم واحد تحدد التريدنج رينج بتاعك، تعرف فين الهاي واللو على الهاي تايم فريم وبعد كده تشوف منطقة التعادل فين. وبعد كده لما تيجي تنزل على اللو تايم فريم لازم تستنى كونفirmation عشان الكونفirmation ده هيحصل وراه كوريكشن وبعد الكوريكشن ده هنا تكون تريدتك علشان تضمن انك ما يجيبش الستوب لوز بتاعك. ده نمرة واحد. علشان نمرة اتنين تبقى ماشي مع الهاي تايم فريم الماركت بايس بتاعه او هو رايح نازل او في حاله هبوط او في حاله صعود. اتمنى يكون ان المبدا ده الناس ترجع وتعمل عليه باك تيستنج مره واثنين وثلاثه، لان ده مبدا مهم جدا وبتكرر تقريبا كل يوم. عايز الناس ترجع تعمل عليه باك تيستنج وتشوف فعلا الكلام ده بيحصل ولا لا، وهتشوف لو هتخش تريد هتخشها ازاي وتحط ستوب لوزك فين وتدرس ده كله. واللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.